السلام عليكم متتبعينا الكرام، كي داير؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. كيف ما كتشوفوا معايا هذه نعيمة البدوية اللي تشهرت بزاف يعني في هذه السنين الأخيرة في اليوتيوبرز. يعني تشهرت بواحد الطريقة اللي كبيرة. اللي شهروها شكون؟ شهروها المواطنين ديالنا، يعني اللي فرعنات لدرجة أنها سبات يعني المتتبعين ديالها في العام اللي فات، اللي كنا نقول العام ديال كورونا. يعني استهزأت بالوباء. دابا لا، يعني وصلت بها أنها تستهزئ بالقرآن الكريم. معايا هذا المقطع باش تفهموا كيف ما كتشوفوا معايا. يعني وصلت بها الوقاحة حتى لكلام الله. هنا شنو كيقول الدستور؟ يعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بحبس من 6 أشهر إلى سنتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض على الوحدة الترابية، وقد ترفع العقوبة إلى 5 سنوات إذا ارتكب الإساءة بوسيلة علنية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. شني هداك في قبابة. قالوا لي وساكت خرج فارق. قالوا لي سرق الدجاجات وساكت خرج فارق. زعما قال له يسكت ملي يخرجوا نخرقوا ياك كيقصوا. ام نعيمه خدمت كلشي في الحبس وقاعده كتفضح، دخلتهم حكمت عليهم. شوفوا حكمت عليهم وقطعت لهم ما عرف شحال من عام وانا حاده مع راسي. يا شتي انا خصني بالفتحه بالالف، بالالف كاين اللي كيقول الف بالفتحه بالالف. زيد ديك الطابله هنا جوطين فيا باش انا نرد عليهم. انا كيضحك صافي انا عندي النظره، ما بقيتش كنجاوب شي واحد. انا كندير محتوى، انا كنهضر على طبيعتي. ما كرهناش كنعينوا باش نعيمة نجاوبكم. تعاقب على هاد الفعل ديالها باش يتربى كل واحد. يعني أساء أو لا حاول ولا حتى فكر أنه يحرف الكلام الله عز وجل وينقص من القرآن الكريم، لأنه عظيم جدا جدا جدا. أنه خصها تربى بزاف، لأن هاد صرات لدرجة كبيرة. احنا ما كنتمناو حتى شي واحد الشر أو لا شي حاجة خايبة، ولكن الإنسان خصو يعرف حدوده. يعني الإنسان خصو يعرف ما ليه وما عليه، لأن السي الحموشي كانت تطالبوا منه أنه يربيها، لأنها صرات وولفات الماكلة ديال الحباسات. لأن بعد هذا النوع هذا، من بعد ما ذاقوا الفلوس ديال الادسنس والفلوس ديال يعني المواقع التواصل، صافي الانسان بن مهبل. يعني وصل لواحد الدرجه كبيره من الثاره ومن قله الادب وقله الحياء وقله الدين.